ورجعت لكم مع فقرة حوارية مهمة جدا بتهم الناس كلها. هنتكلم فيها عن الأمن الغذائي وتحديدا عن محصول قصب السكر. مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد السكان بتزداد المخاوف اتجاه توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي لسكان الأرض والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، وخصوصا مع تفاقم مشاكل تغير المناخي. ولمواجهة الزيادة المضطرة دي بيتوجب على المزارعين زيادة إنتاج الغذاء في المساحات المزروعة والحفاظ على البيئة قدر المستطاع واستخدام الموارد الطبيعية بكل ترشيد. لكن ما بيقدروش لوحدهم يقوموا بكل المهام دي لما يستخدموا الزراعة التقليدية، فكان لازم نحدث طرق الزراعة علشان ندي أعلى إنتاجية بأقل التكاليف. هنتكلم عن تفاصيل أكتر ويسعدنا يكون معانا الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. منورنا ومنور قناة مصر الزراعية. ربنا يخليك، أهلا بيك وبحضرات السادة مشاهدي قناة مصر الزراعية. في البداية خالص عايز أعرف يعني إيه زراعة ذكية؟ هو في زراعة ذكية وزراعة مش ذكية؟ هو ده طبعا احنا مصطلح جديد، احنا يعني عندنا مصطلحات كتير في الفترة الأخيرة عشان نميزه على النظم التقليدية. يعني مثلا الزراعة الذكية على أساس أن الزراعة التقليدية مثلا احنا في مصر بنروي بالغمر، ودي عامله لنا مشكله زي ما حضرتك في المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتيها ان عدد السكان بيزيد واحنا دلوقتي داخلين على 105 مليون، وكميه الميه هي اللي خدناها من نهر النيل من سنه 59 55.5 مليار متر مكعب. فكل مدى بزياده عدد السكان حصه الفرد من الميه بتقل، يعني احنا وصلنا لحد 500 متر مكعب وده تحت خط الفقر المائي. يبقى لازم نستخدم اساليب جديده. يعني احنا كنا متعودين بنروي بالغمر، نغمر سطح الارض بمعنى ان الارض كلها تبقى مغموره بالماء بارتفاع مثلا 5 سم و10 سم زائد عمود الماء اللي بيبقى موجود جوه. فبنص ان ممكن يكون الريه خدت مني في الفدان مثلا 400 ل 500 متر مكعب وده كتير قوي. تمام. فيبقى احنا لازم نطور بقى، نشوف المحصول ده محتاج قد ايه بالظبط واديها له بالظبط، لان الميه كتير في الغمر في جزء منها بينزل في باطن الارض كمياه اللي بتروح للصرف، وجزء بيتبخر بيعمل جو غير محبب للنبات، ممكن يساعد على انتشار النبات الحشرات والامراض، زائد ان انا ممكن اوفر في المياه دي ازرع بها محاصيل اخرى. فلما نتكلم مثلا الزراعه الذكيه احدها او احد انماطها او احد افرعها او احد بنودها اني انا استخدم نظم الري الحديثه اللي هي الري بالتنقيط والري بالرش. في حسابات معينه بنقول كل نبات الاحتياج المائي بتاعه قد ايه وبأديه له بالظبط او زائد 10% علشان اللي ممكن يحصل فقد في الشبكه، وبالتالي هبص الاقي نفسي اني بأدي اقل من 10% من الميه اللي انا كنت بديها. يبقى كده انا بستخدم نظام ذكي، انا كده بوفر 90% من الميه بالظبط. مثلا الزراعه التقليديه كان في اعتقاد قاطع عند الفلاح ان في محاصيل ما تنفعش من غير ميه، منها القصب ودي بقى وكمان يقول ان كل ما تدي القصب ميه يسكروا اكتر. لا، هذا الكلام غير صحيح تماما. هي ما اعرفش يعني نرجعها لايه، يعني هل مثلا القصب هو موجود في مصر من ايام الدوله الامويه واتسع خالص في ايام الدوله الطولونيه وكده. محمد علي باشا الكبير لما اعاد زراعه القصب وجاب اصناف جديده وجاب ناس خبراء في زراعه القصب، يعني كان بيوصوا ان في مراحل معينه في حياه القصب ان يبقى مغمور بالميه تماما زي الرز. انا ما اعرفش يعني هل هم مثلا جابوا ده قياسا على المناطق اللي بيزرع فيها القصب في المناطق الاستوائيه وبيكون فيها الامطار غامره فهم عملوا كده. فبقي في اعتقاد لدى المزارع ان لازم ادي القصب ميه كتير عشان يطلع، لكن هو العكس. ده القصب لما بنديله ميه كتير بتضره وهو بيتحمل الميه دي الكتيره ورغم ذلك بينتج، الا انه طبعا بتؤثر فيه وبتقلل في بعض النباتات بتموت. فبنبص نلاقي مع مرور الوقت ان المحصول بدا ينخفض، يعني يبدا في الغرس عالي ويبدا ينخفض ليه؟ لان في نباتات بتموت وما بنعرفش نعوضها، فبالتالي الكثافه النباتيه بتقل فالمحصول بيقل. لكن لو احنا لما بنروي مثلا بالغمر في اي نبات مش بس القصب، النبات بيحصل على احتياجاته من الميه يعني من ارض مبتله وليست ارض مغموره، لان الارض المغموره بالمياه القصب ما يستفيدش منها، مش او اي نبات طالما الارض غامره للمياه وفوق سطحها
النبات لا يمكن هياخد ميه ولا هيستفيد. لو قعدت 24 ساعه الارض مغموره بالمياه النبات مش هيستفيد بالميه. ولو قعدت 48 ونبص نلاقي ان الورق بدا يذبل، ده راجع لان الجذور مش قادره تتنفس من كميه الميه الكتيره اللي هي ازاحت الهواء من التربه، فبالتالي مش قادره تتنفس. فده بيأثر على النباتات بالسلب. يبقى هنا انا بقى اساعد على انتشار الافات والامراض والحشرات، وبأوقف نمو النباتات بتاعتي، في حين ان لما هتجه الى الري الحديث النباتات مستمره بتاخد احتياجاتها من الميه بالظبط، وحتى احتياجاتها من الاسمده بتاخدها بالظبط، بوفر في الاسمده. فبالتالي هذا الاعتقاد ان احنا لازم نروي ده اعتقاد غير جيد. طيب اللي بيميز بقى الزراعه الذكيه من الزراعه التقليديه حاجه تانية غير توفير الميه ولا طبعا توفير؟ طبعا اني مثلا اني استخدم كامل ما لدي في الحقل، او اللي انا بحب اقول عليه المتبقيات النباتيه، اللي الناس المتبقيات الزراعيه الناس بتقول عليها المتبقيات المخلفات الزراعيه. يعني مثلا على سبيل المثال في محصول زي محصول القصب، احنا بناخد العيدان وننظفها ونوديها المصنع عشان نحصل منها على العصير اللي بيستخرج منه السكر. بيتبقى لدي حاجتين كتار قوي، الاوراق الخضراء والاوراق الجافه. الاوراق الجافه احنا في الصعيد بنسميها السفير، والاوراق الخضراء بنسميها القالوح. بيتم تركهم، ممكن ياخدوا جزء من الاوراق الخضراء يغذوا عليها المواشي، وممكن ما تتاخدش. اللي بيفضل كله ده في الاخر بيولعوا فيه النار. طب ده بيأثر على البيئه؟ بالتاكيد هيعمل تلوث في البيئه، هيعمل تلوث في الارض، هيبقى ليه تاثير سيء على الميكرو اورجانيزم اللي في التربه، هيموت الحشرات النافعه اللي بتاكل الحشرات الضاره. غير كده انه هيزيد من الانبعاثات الكربونيه وهيزيد من الغازات الدفيئه، وبالتالي بيبقى يعني حاجه ملوثه عكس التغيرات المناخيه كده، زراعه مش ذكيه خالص. لو انا جيت خدت هذه المتبقيات سواء السفير وفرمته وحولته الى سماد عضوي صناعي كومبوست وسمدت بيه، فانا كده توقفت عن استخدام الاسمده الكيميائيه اللي هي بتعتبر ملوثه، وكده انا دخلت في الزراعه الذكيه، كده انا دخلت في الزراعه النظيفه، كده انا بدات انتج نباتات امنه، غذاء امن، غذاء غير ملوث. وفي نفس الوقت انا اديت فرصه اني اصلح من الخواص الطبيعيه والكيميائيه للارض عشان انا حطيت فيها سماد عضوي. يعني انا منعت الملوثات وحافظت على البيئه وعملت سماد عضوي وحافظت على خصائص التربه وانتاجيه اعلى، كل ده من الزراعه الذكيه. اعلى نظيفه امنه غذائيه، دي زراعه ذكيه. او لو انا استخدمت السفير ده مثلا او الجلواح في انتاج، او الاوراق الخضراء والاوراق الجافه في انتاج اعلاف غير تقليديه او سيلاج، غذيت عليها المواشي بتاعه المزارع والمواشي بتاعتي، فبالتالي انا مش هشتري، انا وفرت فلوس. تمام. يبقى انا كده حاجات كنت بحرقها وبلوث بيها هحولها لسماد وهفيد بيها التربه، هيبقى في دخل. يعني انا مش معقول هستخدم كل السماد ده هبيعه، فيه هيبقى ليا دخل، انا بزود الدخل بتاعي، لان متوقع نتيجه التاثيرات السلبيه للتغيرات المناخيه ان هيبقى في انخفاض في المحصول. النماذج الرياضيه والمعادلات بتاعت التنبؤ بعيد المدى بيقولوا ان هيحصل انخفاض في غالبيه المحاصيل الا القطن ده الوحيد اللي هيستفاد. ولذلك احنا المفروض لما بنقول زراعه ذكيه ان احنا نتوسع في القطن، وخاصه ان احنا عندنا ميزه نسبيه فيه، عندنا القطن الطويل التيله دي مطلوب عالميا، وفي محاصيل هيبقى الخساره فيها شديده جدا، يعني هتنخفض بشده زي الطماطم. المحاصيل محصول القصب او محاصيل السكر هيبقى في انخفاض في حدود مثلا 25% من وحده المساحه من انتاج السكر. ففي الحاله دي انا انتج محاصيل، اجيب اصناف احتياجاتها من الميه قليله ومحصولها عالي وعمرها قصير، علشان اعوض النقص ده، زائد ان انا بقى استخدم المتبقيات في انتاج الاسمده والسيلاج. طيب انا لو قلت دلوقتي الاساليب المستحدثه طبعا كل المحاصيل، هو انا بتكلم على قصب السكر بحكم التخصص، انما ده محاصيل الخضار هيبقى حاجه جميله جدا لو انا استخدمت الاسمده العضويه الصناعيه، هانتج خضار وهانتج غذاء بزراعه نظيفه، خالي من التلوث، خالي من الاسمده الكيميائيه، خالي من كل هذه الملوثات، وبالتالي انا دي هبيعها بسعر اعلى. يعني انا ممكن كمان ابقى بقول والله انا بعمل زراعه عضويه وابدا ابيع بسعر اعلى، فبالتالي كل المحاصيل ممكن استخدام السماد العضوي فيها. وبعدين احنا بنروح بعيد ليه؟
الاسمده الكيميائيه دي او الاسمده الصناعيه دي استخدامها من فتره قريبه، يعني من عده عقود. طب الفترات اللي قبل كده زمان كنا بنعمل كانت إيه؟ زراعه نظيفه، كنا بنستخدم الزراعه النظيفه، وكنا بنستخدم روث الاسمده العضويه المواشي، بتاعتنا وروث روث المواشي، المواشي. الى جانب ان في اسمده طبيعيه موجوده. يعني مثلا عندنا في اسوان كنا نسميها الماروج بالقاف وليس بالجيم. الماروج. دي كان بيجيبوها من اماكن معينه عارفينها المزارعين في الصحراء وبيسمدوا بيها، فكانت حاجه يعني شيء ماشي تقليدي. تخيلي ان انا النهارده علشان ارجع للزراعه دي، وبعض الزملاء المهتمين بيسموها الزراعه الطبيعيه، علشان ارجع لها انا هدفع فلوس كتير. طيب لو اتكلمنا عن تطوير الري وتوفير المياه، يعني هذا بيت القصيد. تمام. وده مهم جدا بالنسبه لنا في مصر، والعالم كله ماشي في هذا الاتجاه، لان طبيعي انا نهر النيل كميه المياه اللي جايه مني ثابته ما زادتش، بس انا عدد السكان بتاعي زاد. يعني انا ساعه ما عملت الاتفاقيه سنه 59 مع السودان، اتفاقيه الانتفاع الكامل بمياه النيل، كان حصتي 55 ونص، والسودان مثلا 14 ونص او 18 ونص. احنا ساعتها كنا 30 مليون، احنا النهارده 105. فبالتالي لازم اطور من نظم الري عندي. احنا عندنا 95% من الاراضي الزراعيه في مصر بيتم ريها بالغمر، الري التقليدي ان انا بفتح الميه وكده. هذا النوع من الري او هذا النمط من الري كفاءته 55%. بمعنى لو تخيلت اني انا طلعت في ترعه ما طلعت منها مثلا 100 متر، اللي هيوصل الغيط فعليا 55، يعني في هدر حوالي 45 طالع ما بين الترعه وما بين الغيط. ال 45 ده لما بحسبها انا على لما ابص بقى الميه اللي عندي انا مثلا 55.5 مليار متر مكعب ميه جايين من نهر النيل، زائد المياه الجوفيه، زائد اعاده استخدام المياه، زائد الامطار، بيبقى عندي في حدود مثلا 72 مليار متر مكعب. دي كميه ايراد مصر المائي سنويا. انا بستخدم حوالي 80% منه للزراعه. يعني هو العالم كله 70 بس احنا شويه يعني 80%. ال 80% بتكلم في حوالي 57. ال 57 مليار متر مكعب ميه دول نتيجه استخدام الري بالتنقيط انا بفقد حوالي 25 او 27 منهم. يعني انا لو حولت لنظم الري الحديثه زي نظام الري بالتنقيط ونظام الري بالرش اللي بتوصل فيها كفاءه الري لحد 90%، معنى كده انا هوفر حوالي 25 مليار متر مكعب اقدر استخدمهم في اجنده الاصلاح. عمليه التحول بقى لنظام الري الحديث احنا محتاجين شغل على المزارع، لان في مزارعين كتير لغايه مش متخيل ان الري بالرش اللي هينفع في القصب او هينفع في الذره او هينفع والموز وفي مزروعات كتير. طبعا هو لا، يعني هو هنا على ذكر الرز حضرتك، احنا عندنا منطقه شمال الدلتا ما ينفعش نحدث فيها الري. انا عندي نهر البحر الابيض المتوسط عنده مياه مالحه، وعندي المياه بتاعه نهر النيل اللي هي بتدخل في الدلتا. فلو انا رويت بالري بالتنقيط والري الحديث كميه الماء الارضي في منطقه شمال الدلتا هتبقى قليله، ولازم في ميه هتدخل، فالميه هتدخل من البحر هتملحها. فبالتالي انا مطلوب مني ان لازم استمر بنظم الري التقليديه في شمال الدلتا فقط، علشان امنع دخول المياه اللي ممكن تؤثر عليه بالتمليح. لكن بقيه الدوله او بقيه المحافظات يجب ان نتحول الى نظم الري الحديث. الامن الغذائي والتنميه المستدامه، ازاي نقدر نعمل المعادله دي؟ هي هم دول يعني اصحاب لازم يمشوا مع بعض. التنميه المستدامه معناها ان عوامل الانتاج اللي عندي تستمر بنفس الكفاءه. بمعنى يعني بما ان احنا في القناه الزراعيه واحنا بتوع زراعه، يعني ان انا ورثت عن والدي فدان بيجيب 40 طن قصب، لازم اورثه لابني يكون بيجيب 40 ان لم يكن بيجيب 41 او 42. يعني هي التنميه المستدامه ان تظل الموارد ثابته او افضل. علشان الكلام ده اعمله يبقى في حكايه، لان لما انا عشان ابقى التنميه المستدامه بالشكل ده هيبقى باوفر غذاء. يعني معنى ان التنميه المستدامه ان انا بزود الغله بتاعه الموارد بتاعتي، معنى كده ان انا كميه الغذاء عندي بتزيد، وبالتالي انا بامن الغذاء للشعب بتاعي.
تمام. يعني انا لازم يكون عندي تامين غذائي مع تنميه مستدامه، مش ان انا اوفر غذاء دلوقتي وبهدل الارض او يعني اغير من خصائص التربه بشكل يأذيها، فهتكون لو النهارده بتديني انتاجيه 10 اردب، السنه الجايه لو ما فيش تنميه مستدامه او ما فيش محافظه هتبقى السنه الجايه بتديني انتاجيه 8. هو ده الاستغلال او الاستخدام ده استغلال الجائر. الغير سليم. فبالتالي دي بقى لما نتكلم على الزراعه الذكيه مناخيا، اني انا بسمد بالسماد العضوي، والسماد العضوي ده بيدخل في تركيب الارض وبيبقى فيه دبال وبيحتفظ بالعناصر الغذائيه وبيحتفظ بالعناصر الصغرى والعناصر الكبرى والمايكرو اورجانيزم في التربه بيبقى تماما في كده. انا ما بستنزفش وبحافظ عليها وبضيف لها كميات الأسمدة المناسبة ليها، فبالتالي ستظل الأرض بحيويتها بقوتها وبتصدر تستمر. التنمية المستدامة في المية إن أنا بستخدم المياه استخدام فعال، يعني إني لا أفرط في استخدام المياه. يعني إحنا عندنا في أسوان المية كتير وبنروي بالراحة، فكنا نروي في بعض المزارعين يرووا في بداية المناوبة ونهايتها القصب مثلا أو المحصول. المزارعين بصفة عامة إحنا بنروي أرض ما بنرويش محصول. يعني ممكن يكون المزارع عنده فدان قصب، جنبيه فدان شعير، وجنبيه فدان قمح، بيفتح فيهم ميه ما بيقولش ده بياخد اكتر من ده، الا في مجموعه من المحاصيل البسيطه اللي هي مثلا زي السمسم وزي العدس وزي الطماطم، ده بيحصل تضرر مباشر من زياده المياه فبيديها ميه بالطلب. انما الباقي هو طبيعته كده انه عاوز يدي ميه كتير، لدرجه ان المزارعين حتى لما بيروحوا في الاراضي حديثه الاستصلاح اللي هي الاراضي الرمليه اللي عامله زي الغربال الماء ما بتقعدش فيها، بيحاول يغمرها. ودايما كده حتى انا بقول ان ان المزارع المصري يذهب الى الصحراء ويتصرف بثقافه اهالي الوديان الفيضيه. فلا طبعا احنا لازم لما بنبقى الارض بنروي في الاراضي الصحراويه حديثه الاستصلاح تبقى كميه الميه قليله، يبقى انا لازم اخد ميه على قد المحصول بالظبط، هستفيد ان المحصول هيستفيد يديني محصول اعلى، مش هحتاج اضيف اسمده زياده، مش هحتاج اقاوم امراض ولا هقاوم حشرات، وهوفر الميه اللي هو بنسميه الاستخدام الفعال. ده يبقى ضمن التنميه المستدامه، اني انا بستفيد بدل ما بزرع مثلا 8 مليون، او احنا بنقول المساحه المحصوليه لينا مثلا 12 مليون، عشان في بعض المساحات بنزرعها مرتين في السنه. تمام. لا ده انا عاوز اوصل بنفس كميه الميه بتاعتي. لو انتقلت للزراعه الحديثه ممكن اول اتكلم، لا ده انا اتكلم في 16 مليون فدان او 18 مليون فدان، وهي دي التنميه المستدامه، وهي دي اللي بيها انا هقدر أأمن الغذاء اللازم للشعب المصري. كتير من صغار المزارعين لهم تأثير قوي جدا جدا على الأرض وعلى البيئة وعلى الأمن الغذائي. وأنا بتكلم على صغار المزارعين مش الكبار اللي عندهم مزارع وبيوردوا كميات كبيرة أو اللي بيزرعوا وبيديوا إنتاجية كبيرة. أنا بتكلم على اللي عنده قيراط واللي عنده فدان واللي عنده 2 فدانين، الناس العادية اللي احنا كلنا منهم. نصيحة تقولها لهم عشان يحافظوا على استدامة التربة، استدامة الإنتاجية، محصول كويس يحقق أمن غذائي له والأفراد أسرته والبلد. النصيحة إنه يقيم في أرضه، يحاول بقدر الإمكان ما يستخدمش المبيدات. يعني هو لو أنا عندي مساحة صغيرة فدان، تمام، نظافة الحشائش ما أنا أنظفها بإيدي أنا وأبنائي واكلها للحيوانات بتاعتي، انا هبقى وفرت علف ووفرت كمان المبيد وحافظت على الغذاء وما استنزفتش الارض بتاعتي. لما برش مبيدات في الارض عشان اقاوم حشائش، انا بموت الحشرات المفيده اللي بتتغذى على الحشرات الضاره، اللي طبيعي الحشرات المفيده دي عددها قليل، فلما بيحصل الموت بيحصل للجميع. فهو النصيحه للمزارعين صغار المزارعين اللي هم بيمثلوا اكثر من 80% من المزارعين في مصر، ان يبقى في ارضك، استفيد بارضك، حتى الحشائش خدها واكل بيها بهايمك، هيبقى عندك الماشيه هتتغذى غذاء يكاد يكون مجاني، هتحصل منها على لبن، هتحصل منها على ولدات تستفيد بهم، تعمل لك قيمه مضافه على الزراعه بتاعتك. يعني يجب ان يكون المزارع منظومه. المزارع الحالي انا بصراحه بسميه اشباه مزارعين، كلنا موظفين. كنت لسه هقول لحضرتك، هو المزارع اهمل؟ هو في حاجه يعني في الثقافه، ان زمان كان كل المزارعين نفسهم يعلموا اولادهم واحنا منهم طبعا، ابواننا علمونا وتركنا الارض وبقينا. يعني انا في تعبير دايما حتى بكتب عنه، بقول اشباه المزارعين او المزارعين المزورين. المزارع يجب ان يكون بيعيش مزارع، يعني قاعد في الحقل بتاعه
بينظف الحشائش وبينظف الزرع بتاعه، بياكله للبهايم بتاعته، البهايم بتاعته كده بيوفر في العلف، البهايم بتاعته بتجيب لبن، وفي البيت يجمع الروث ويعمل منيه سماد. يعني انا عاوز اقول منظومه الزراعه، يبقى هو عنده زرع وعنده حيوانات بتجيب البان وبتجيب ولدات، وعنده حيوانات بتجيب روث يرجع به يسمد به الارض. هذه المنظومه هيلاقي نفسه بيوفر كتير. خدي على سبيل المثال حاليا يعني كلنا بنشكي من ارتفاع بعض السلع دي كل اللي احنا بنشكي منها كل المزارع بيزرعها، بيزرع مساحات صغيره كده على قد بيته، على قد يعني بيته. على قد بيته. فبالتالي لما كنا بنقول ان القريه منتجه، بيبقى عنده الخضار بتاعه، بيبقى عنده الدواجن بتاعته، وعنده البيض، فبيبقى كميه الشراء اللي بيشيله له. ده كان في الماضي. انا كنت يعني انا من وجهه نظري انا كنت بحس ان الفلاح فيه لغه غير معلومه ما بينه وما بين ارضه، ما بينه وما بين زرعه، في لغه ما بينه وما بين الحيوانات بتاعته. يعني اعتقد كان زمان وسيله النقل ما بين البيت والغيط هي الحمار. وكان عارف الطريق، يعني احيانا كان بيحط عليه الحاجه ويسيبه لوحده وهو بيروح لوحده. فكان عنده امن غذائي، كان عنده ثروه داجنه، ثروه حيوانيه، منتجات البان، وكان عايش عنده مواصله وعنده كان عنده مواصله، كان عايش مرتاح. هي دي كانت عيشه ما كانش له طلبات، يعني ما كانش. لكن دلوقتي الفلاح والفلاحه بقوا مرفهين، يعني وحصل تغير اجتماعي، بمعنى ان احنا بيت الفلاح هم ما بقوش زي ما حضرتك بتقول، بقوا اشباه مزارعين. لا منه فلاح ولا منه موظف. هو احنا بنينا بيوتنا وبقى عندنا شقق وعندنا سيراميك، ما فيش مكان للحيوانات، ما فيش مكان للدواجن، فبالتالي انا كل احتياجاتي بشتريها. لم تعد المزارعه او الفلاحه تخبز كما كانت قديما الا في هو دلوقتي الاسهل والارخص لهم عيش الفرن، وده طبعا بيزيد الاعباء وبيزيد على الدوله، على الدوله وعلى الافراد نفسهم، وبيضيع وقت. يعني ممكن اروح اقعد قدام الفرن وقت علشان اجيبه، الوقت ده انا اولى ان اشتغل بيه في الزرع بتاعي. يعني زمان احنا كنا زمان في السبعينات، نهايه السبعينات والثمانينات، كنا نرى الاسر في الحقول، يعني بيخبزوا قاعدين اليوم كله واخدين بهايمهم معاهم، ويرجعوا اخر اليوم بالحياه اللي عملوها ودي عيشه الفلاح. انا شفت الفلاح ده في جنوب افريقيا. انا شفت راجل في جنوب افريقيا، راجل انجليزي عايش في الارض بتاعته، المزرعه بتاعته طبعا مزرعه كبيره حوالي 1200 هكتار، وعايش هو واولاده وما بيشتغلش حاجه غير ان الزرع، قاعد بيتابع الزرع والمواشي بتاعته، وعامل الدوره اللي هي ما عندوش ويست، يعني بيطلع اللي في الحقل بيوديه للحيوانات، وبيجيب من الحيوانات وبيودي للحقل، وما بيشتغلش اي شغله ثاني، وبيتابع زرعته وبيتابع حقله. هي دي منظومه الزراعه التي يجب ان تكون. احنا لما بنفقد المنظومه يبقى جيت مزارع وبس انا هتوقف على اني هزرع قصب وبيع او هزرع قمح وبيع، لا، ده في حاجات ثانيه. كانت انا كنت ببيع لبن، كنت ببيع بيض، كنت ببيع مواشي، كنت باخد من اللي تحت المواشي اعمل بيه سماد، فبالتالي انا مش مضطر اشتري سماد بفلوس اكتر وبطلع غذاء افضل. انا بقى اعمل لي حوض او كده للغذاء بتاعي، فانا ما بعملش ضغط على السوق ان انا هاخد طماطم من السوق وهاخد بطاطس من السوق وهاخد بيض وكده والحاجات دي. لما كانت القريه منتجه كانت شايله جزء من الاعباء اللي هي على الدوله، حاليا المفروض توفرها كسلعه تموينيه وكغذاء. زي ما دكتور احمد تفضل وقال، زمان كان الفلاح ما بيشتريش فراخ، ما بيشتريش لحمه، ما بيشتريش لبن، ما بيشتريش بيض، ما بيشتريش خضار، حرفيا ما كانش بيشتري اي حاجه. بيخبزوا العيش في البيت، الخضار بيتزرع على راس الغيط ايا كان هو زرع غيطه ايه، زرع قطن، زرع ذره، زرع قمح، بيزرع على راس الغيط الحاجات اللي بيستخدمها، سواء طماطم، بصل، ثوم، الحاجات اللي بنستخدمها استخداماته اليوميه. في نفس الوقت كان عنده الثروه الداجنه عايشه على بواقي اكل البيت والحاجات اللي بتطلع من الغيط. الثروه الحيوانيه برضو عايشه على الحاجات اللي بتطلع من الارض. فكان عنده تكافؤ وتكامل في كل حاجه. فكان المحصول الرئيسي اللي بيزرعه بيبيعه، وبيشتري بفلوسه بقى، يا اما بيبني، بيجوز ابنه، بيجوز بنته، بيعينه. فكان عنده بيعينه يشتري بيه ارض عشان يكبر رقعه الارض بتاعته. دلوقتي للاسف اتقطعت واتقسمت، وبقى يدوب 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 الحته اللي بيزرعها ما بتكفيش احتياجاته اليوميه، لان هو مطلوب منه بقى يشتري كل الالتزامات بتاعته، سواء من فراخ، من بيض، من لبن، من لحمه، من خضار، مطلوب منه يشتري كل ده، وهو اكيد الزرع اللي زرعه مش مكفي كل ده. فيا ريت نرجع فلاحين تاني. وفي حضرتك
يعني احنا لما نتكلم على زيرو ويست، القريه كانت زيرو ويست، كل اللي في البيت كانت بتاكله الحيوانات والطيور. حتى الحاجه الوحيده الصعبه اللي صعب استخدامها اللي هي رماد الفرن كان بيرجع الغيط بيسمدوا بيه. يعني فعلا القريه لم تكن في حاجه لاي حاجه الى نظام فعال للقمامه لازاله القمامه. تعال نشوف حال القرى دلوقتي، ليس لديهم نظام، ونشوف كميات كانت الشوارع نظيفه أي. ورغم انها ما كانتش مرصوفه او متسفلته، لان ما كانش فيه، كانوا عايشين على سيستم زيرو ويست، ما بيرميش حاجه، كل حاجه مستخدمه. هل لنا ان نعود الى هذا النظام؟ اعتقد صعب جدا، اعتقد صعب. النهارده لما بنتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي على الريف الانجليزي وعلى بعض الاماكن في دول اوروبيه ودول تانية، وبنشوف الستات البسيطه بتعمل ايه وبتجيب ازاي، بتخلع من الارض وبتزرع وبتطبخ وبتستخدم الحاجه وبتعمل مخللات ومربات وبتعمل حاجات تعينها من السنه للسنه. احنا حتى ده ما عدناش بنعرف نعمله، مع ان الفلاحه المصريه اللي متابعاني دلوقتي واللي من اصول ريفيه عارفه كويس قوي ان الست المصريه كانت بتخزن الزيتون من السنه للسنه، كانت بتعمل الجزر واللفت والكرنب مخللات. ما كانش عندنا اي توالف، كان كل حاجه حرفيا بيستخدموها. يا ريت نرجع فلاحين تاني، يا ريت نرجع مزارعين. الفلاحه دي حاجه يعني زراعه حياه، الفلاحة دي حاجة المفروض تعتبروها وسام على صدركم، مش حاجة ان احنا نتنصل منها. الفلاح المصري الأصيل طلع الدكتور والمهندس والضابط والمحامي والمحاسب. النهاردة احنا بقينا أنصاف في كل حاجة، لا مننا بقينا فلاحين ولا مننا بقينا متعلمين ولا حتى عارفين نمسك العصاية من النص. ارجعوا تاني حبوا أرضكم، ادوها علشان تديكوا، ارجعوا زرعوا تاني بشكل صح. دكتور أحمد، كلمة أخيرة لكل المشاهدين. كلمة أخيرة، أني نتمنى أن يعود المزارع مزارعا ويعود أهل الريف كما كانوا قديما إلى معادلة لا مخلفات، زيرو ويست. زيرو ويست. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم دكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان. بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لي. بشكركم على حسن المتابعة، واستنونا بكرة وحلقة جديدة من نهار جديد مع فريق عمل جديد.